مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا اليوم سنتناول موضوع المكافحة الحيوية. المكافحة الحيوية تعرف بأنها استخدام الكائنات الدقيقة الطبيعية أو المحسنة وراثياً في مقاومة أو القضاء على الكائنات الدقيقة الممرضة والآفات الزراعية، وتهدف إلى تصحيح ما حصل للتوازن الطبيعي أو لتجانس هذا التوازن في الأنظمة البيئية. وتتم المكافحة الحيوية عن طريق تشجيع نمو الكائنات المضادة النافعة، وتسمى بالمكافحة الحيوية الطبيعية من خلال اتباع الدورة الزراعية، حرث وتقليب التربة، أو باستخدام كائنات من البيئة نفسها مباشرة، أو بإحداث تغيير في خصائصها مما يؤدي لانتشارها وزيادة فعاليتها من خلال ميكانيكيات عدة، منها التطفل، التنافس، أو إنتاج المواد المضادة، أو استخدام أحد منتجاتها. مستمعينا الأعزاء، المكافحة الحيوية لها القدرة على مقاومة الأمراض النباتية، وفي نفس الوقت لا تسبب أضرار للبيئة. وإن البكتيريا والأكتينوميزيتات قد عرفت بأن لها فائدة في نمو وإنتاج النباتات سواء في الحقل أو الأسس، وترجع قيمة هذه النباتات السابقة إلى قدرتها على تثبيط الكائنات الممرضة النباتية. مستمعين الأكارم، سنذكر بعض فوائد وميزات المكافحة الحيوية. أولاً، تقليل الاعتماد على المبيدات الكيماوية. ثانياً، خلو وسائل المكافحة الحيوية من أي خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان. ثالثاً، تحسين خواص التربة وتشجيع الزراعة المستدامة. رابعاً، مستديمة حيث تتكاثر أعدادها طبيعياً. خامساً وأخيراً، اقتصادية ورخيصة التكاليف مقارنة بطرق المكافحة الأخرى. مستمعين الأعزاء، أساليب المكافحة الحيوية يتحقق نجاحها بما يلي. أولاً، التعريف الصحيح بأنواع الآفات المستهدفة وأعداؤها الطبيعية. ثانياً، الإلمام الجيد بالنواحي البيولوجية والبيئية الخاصة بالآفة وأعدائها الحيوية من حيث نشاطها وانتشارها وكفاءتها. ثالثاً، تقليل استخدام المبيدات الحشرية ما أمكن واستخدام المبيدات المتخصصة. رابعاً، اختيار العدو الحيوي المناسب للاستخدام في مكافحة الآفة سواء في الزراعات المفتوحة أو المحمية. خامساً وأخيراً، الاختيار السليم لأسلوب وتوقيت إطلاق الأعداء الطبيعية ومناسبة الظروف الجوية. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية زاويتنا لهذا اليوم. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.